استنى عندك، لحد امتى هتفضل مكسوف تتكلم وسط ناس الانجليزي بتاعهم اجمد منك؟ لحد امتى هنترفض في مقابلات العمل وتضيع علينا فرص شغل كانت سهله بسبب اللغه؟ في بحث 12 2014 على موقع ريسيرش جيت، بعد ما عملوا عشرات المقابلات مع موظفين وقاده في شركاتهم، لقوا انه نسبه كبيره من ثقه الناس في اللي بيتقال، بل وثقه المتحدثين في نفسهم، نابعه من لغتهم وطريقه تعبيرهم عن اللي بيقولوه. مش جه الوقت بقى نخلص القصه دي ولا ايه؟ حاسس بيك علشان انا حصل لي اللي حصل لك ده واكتر، وحتى وقتها ما نفعش معايا الكورسات بالطريقه التقليديه، لحد ما خدت القرار وبدات امارس اللغه الانجليزيه مع بعض الاجانب في النادي اللي كنت بتمرن فيه. وقتها ما كانش الموضوع سهل بالمره، وده علشان كامبلي ما كانتش موجوده بسحرهم في تعليم اللغه الانجليزيه. كامبلي دلوقتي اقتحمت العالم العربي بخدمه اكثر من رائعه اسمها كامبلي جروبس، هتبدا مع ناس نفسها تتعلم زيك اللغه وتشجعوا بعض وتتكلموا في موضوعات مختلفه. تخيل بقى هتختار كمان المدرب بتاعك بنفسك من وسط مدربين كتير جدا اجانب من ثقافات مختلفة بناء على البروفايلز بتاعتهم او اراء الحضور السابقين عليهم. كل ده بقى تقدر تاخده بخصم 50% على الاشتراك السنوي، واللي بالمناسبة تقدر تقسطه على 4 دفعات خلال السنة، وكمان 10 دقايق مجانية تقدر تجرب بيهم البرنامج قبل ما تشترك. وصدقني سنة حلوة قوي علشان تعمل نقلة في اللغة بتاعتك تبقى فخور بنفسك بعدها. سلام.